السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، ميعادنا النهاردة مع ثورة 25 يناير و30 يونيو. درس النهاردة درس من نوع خاص، يعني أنا ده بالنسبة لي تاريخ معاصر. يعني كل اللي فات احنا أخدنا السنين اللي فاتت تاريخ قديم، تاريخ عصور وسطى، ده تاريخ معاصر هو ومحمد علي. بس الدرس ده بالذات بالنسبة لي تاريخ معاصر بيلمس معايا، لأن الأحداث دي الجيل بتاعي عاشها، ساهم في تشكيلها. انتوا صحيح كنتوا صغيرين، لكن ممكن فيكم حد فيكم يفتكر مواقف كده وانا بحكي لكم، لان انا مش هشرح لك الدرس الموجود في الكتاب بس، انا هحكي لك تفاصيل انا عشتها علشان تبقى فاهم حتى اللي بين السطور وما تحكاش في الدرس. يمكن ما تحتاجش تحفظ حاجات كتير من الدرس، تبقى عارف بس قاري الدرس، ومن الحكايه اللي انا هحكيها لك هتشوف انا عايزاك تتخيل معايا كده مواقف كتير حصلت. في الاول خالص بعد ما انتصرنا في حرب اكتوبر، وبعد ما الرئيس السادات حاول يحل الصراع العربي الاسرائيلي بشكل مختلف، ان هو يروح ويبادر بمبادره سلام، يحاول يحل الصراع العربي الاسرائيلي بانشاء حكومه وطنيه للفلسطينيين، وكل الحاجات الحلوه الجميله اللي احنا قلناها. قعدنا سنين احنا بنحتفل بانتصارات اكتوبر زي الدنيا ما بتعمل، بناخد اليوم ده اجازه، بيعملوا عرض عسكري ويضربوا طلقتين في الجو، طيارتين تطلع مش عارفه يعملوا حركات في الهواء، واحنا نتفرج على فيلم الطريق الى ايلات ومبسوطين وفرحانين وعايشين حياتنا زي الفل. يوم اجازه بقى. وعلى كده الاحتفالات دي كل سنه، في سنه من السنين دخل في وسط الجيش اللي بيعمل الاحتفالات بتاعه انتصار اكتوبر، مش هنقول عناصر فاسده، مش هنقول ناس من الجيش، مش هقول اخوان مسلمين، لكن دخل في وسطهم ناس هدفها تعمل قلق في الدوله، هدفها تهز الامن اللي كنا مسنودين عليه بقالنا سنين. واثناء العرض العسكري اتجرأوا وقتلوا الرئيس السادات. قبل ما الحادثه دي تحصل كان الرئيس السادات معين نائب ليه، على احتمال انه يتعب يتقتل يحصل اي حاجه يبقى في نائب يتولى رئاسه الدوله. وكان النائب ده مين؟ محمد حسني مبارك. في الوقت ما حصل الاحتفالات، وجوه الاحتفالات قتلوا السادات، مات السادات على المنصه، والحرس الجمهوري خد محمد حسني مبارك وطلعوا يجروا، ما الرئيس مات بقى لازم نحافظ على النائب، ما لحقناش الرئيس نلحق النائب خلاص. ومن ساعتها في الوقت ده اتطبق قانون الطوارئ. ايه موضوع قانون الطوارئ ده ولاد؟ قانون الطوارئ ده يعني ملوش قاعده، انت ماشي في الشارع بتلفت حواليك شكلك مش مظبوط، اقبض عليك واحقق في امرك واشوف سجلك واسجنك. مفيش قاعده، يعني مش لازم تعمل جريمه فنبحث فاقبض عليك بعد الجريمه، انا ممكن اقبض عليك لمجرد انك مشتبه فيه، شكلك ما عجبنيش. قانون الطوارئ ده ما اتطبقش سنه واتنين بس، قانون الطوارئ فضل حوالي 40 سنه مكمل بقى، يعني هو محمد حسني مبارك اتولى الرئاسه وقانون الطوارئ مكمل معانا. دلوقتي السادات اتقتل، حسني مبارك بقى رئيس للجمهوريه. تمام، حسني مبارك لو انا افترضت ان توتالي فتره حكمه 50 سنه، انا الارقام معايا مش هتبقى مظبوطه قوي، بس انا هقول لك فرضا ان انا هقول ان مبارك حكم 50 سنه، 25 او 30 سنه الراجل ده بيعمل لصالح الشعب. في المجمل 90% من الحاجات اللي بتحصل حوالينا احنا عايشين كويس، وظائف ماشي، كباري ماشي، مصانع ماشي، ليه كلمة مسموعة في وسط الدول، علاقاتنا السياسية بالدول اللي حوالينا كويسة. يعني في الإجمالي الفترة دي أنا عشتها عاصرتها، صحيح في أوقات منها كنت مش كبيرة قوي، لكن فاكرة إن الدنيا كانت حلوة. يعني حتى مراته كانت بتعمل مهرجان الكتاب ونشتري كتب بفلوس رخيصة، نتعلم بالمجان، في حاجات كتير خدناها وعشناها حلوة لينا كناس مش غنية. تمام، واحدة واحدة بقى ولاد، وكل ما السنين بتعدي كل ما الفساد بيظهر. تلاقي ناس قريبة ناس مهمة في الدولة خدت توكيل تصنيع كذا، ناس ليها معرفة بناس قريبة ناس اتعينت في وظيفة كبيرة، ناس مش عارفة عملت ايه فاشترت مصنع ايه بفلوس رخيصة. واحدة 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 بقى في فجوة، بقى في ناس غنية مسيطرة على الفلوس والحكم.
وناس فقيره مش لاقيه تاكل. السياسات الجديده اللي كانت بتطبق في العالم من حوالينا بنظام بتطبق في مصر بطريقه بشعه بتزود الفجوه دي. ونسمع بعدها ان الرئيس عايز يورث ابنه الحكم. احنا كان في حادثه مشابهه في واحده من الدول العربيه ان رئيس عايز يورث لابنه الحكم، فالشعب رفض، فهو نزل الجيش يقتل في الشعب، فالشعب انقسم نصين وبقوا بيتقتلوا وبيهاجروا وبيعملوا. فاحنا مش عايزين الكلام ده. تقوم انتخابات فما ننزلش الانتخابات على الحزب الحاكم. خلي بالك الاحزاب السياسيه موجوده، في حزب حاكم اسمه الحزب الوطني اللي منه الرئيس ومنه اعضاء مؤثرين ووزراء وكده. فتقوم الانتخابات البرلمانيه فما ننزلش ندي صوتنا، فتطلع نتيجه الانتخابات ان اجمالي الاصوات المؤيده للحزب الوطني والمشاركه فيه 97%، ان الحزب الوطني ما فيهوش معارضه او يخلو من المعارضه. طب احنا ما انتخبناش حضرتك، احنا معارضين فين؟ مالناش صوت. كل اللي انا بقوله لك ده احداث ما قبل الثوره. خلاص يجي الشباب اللي هو بقى سني وقتها يتجمعوا على النت، نتكلم، احنا معترضين، احنا مش عايزين ده شفت فلان كان ماشي بالليل معهوش بطاقه، ماشي في حاله، قابل ظابط اتعوج عليه، ما رضاش ان الظابط يتعوج عليه، راح ماسكه حطه في البوكس ضربه، فضل يضرب فيه، محبوس يومين ثلاثه، اهله بيدوروا عليه ما يعرفوش عنه حاجه، اتقتل، اترمى في الشارع، اتلبس له قضيه وكده بدون مقدمات. فده فساد، ده نظام حكم فاسد. مش بقول ان كل ضباط الشرطه فاسدين، لكن بقول ان كل القطاعات كان فيها نسبه فساد، ونسبه الفساد دي كانت بتزيد كل ما السنين بتمر. احنا بقى كشباب رافضين ده، فبدانا نتكلم على الانترنت، على الفيسبوك، على تويتر. فنعمل ايه؟ نقف وقفه احتجاجيه. اتفقوا الشباب مع بعض هننزل الميادين العامه في الدوله، يعني ما ننزلش نتجمع هنا مثلا عند الحي ونقول لك ده ميدان، لا، نتجمع عند القائد ابراهيم، نتجمع في ميدان التحرير في القاهره، وكذلك بقى في السويس ميدان رئيسي، في دمياط ميدان رئيسي، الميادين الرئيسيه في الدوله. كلنا اتفقنا في وقت واحد هننزل يوم 25 يناير اللي هو الاجازه، هنتجمع في الميادين الرئيسيه، هنقف وقفه احتجاجيه سلميه، مش هنعمل اي حاجه، احنا هنبدي اعتراضنا. الموقف ده يا ولاد خلى ثوره 25 يناير ثوره فريده من نوعها. يعني من زمن الزمن بنقعد نشارك في ثورات. الشعب المصري شعب التاريخ بتقول عليه شعب سائر، احنا ملناش كتالوج. الرئيس اللي بيضايقنا بنعمل قصاده ثوره. ده من ايام القدماء المصريين لما كان الرئيس وقتها ابن الاله على الارض، مندوب الاله، حسنا بالظلم والاستعباد، عملنا ثوره. الملك بيبي التاني عملنا قدامه ثوره، يا عم انت نازل من عند ربنا اوكي، بس انت زودت علينا الضرايب وزودت نسبه الفقر، صرنا قصادك. فاحنا بنعمل ثوره. ما هم المصريين كده. الثوره دي بقى مش اجتمعنا واعترضنا، لا، وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في اشتعال الثوره. احنا شباب صغيرين خريجين جامعات مش لاقيين شغل، اجتمعنا وقلنا احنا هنقف وقفه احتجاجيه، هنقف وقفه احتجاجيه سلميه، يعني عارفين حقنا ايه وعارفين المفروض نعمل ايه. ما قلناش هننزل نخرب ونكسر ونعمل، لا. فدي كانت جديده ان احنا اجتمعنا عن طريق الانترنت واتفقنا عن طريق الانترنت ان احنا هنقف نحتج احتجاج سلمي. طب دي اول نقطه لازم تعرفها، ان ثوره 25 يناير ثوره سلميه فريده من نوعها. فريده من نوعها ليه؟ عشان هي تمت عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، الانترنت هو اللي جمعنا. طيب قاموا بالثوره ليه؟ الشباب اللي قاموا بالثوره دي قاموا بالثوره ليه؟ بص يا سيدي، مصر كانت في السنين الاخيره من قبل 2010 بقى، قبل 2011، السنين الاخيره عندنا سوء اوضاع اقتصاديه، سوء اوضاع اجتماعيه، سوء الاحوال الصحيه والتعليميه، استمرار العمل بقانون الطوارئ وتزوير الانتخابات. خد بالك معايا، سوء اوضاع اقتصاديه، سوء اوضاع اجتماعيه، ضعف في الشؤون الصحيه والتعليميه،
استمرار العمل بقانون الطوارئ وتزوير الانتخابات. تعال نتكلم على سوء الأوضاع الاقتصادية. إيه اللي حصل؟ إحنا طبقنا سياستين من غير ضوابط علمية، سياستين عادي إن هم يكونوا منتشرين في أي حتة في العالم من حوالينا، بس إحنا لما جينا طبقناهم عملناهم من غير ضوابط ومن غير أسس سليمة. زي إيه؟ سياسة الانفتاح على العالم الخارجي. المفروض الانفتاح بيتعمل بضوابط عشان ما يهزش اقتصاد الدولة، ما قللش سعر الجنيه بتاعي. لا، احنا طبقنا سياسة الانفتاح من غير ضوابط. تاني حاجة، عملنا سياسة الخصخصة. انتوا فاكرين لما قلنا ان جمال عبد الناصر كان مأمن جميع البنوك والشركات، عمل عملية تمصير لكل حاجة في الدولة؟ يعني كل الشركات والبنوك وشركات التأمين، قناة السويس، كل حاجة بقت بتاعت مصر. في عهد مبارك بدأنا نبيع أصول الشركات دي للمستثمرين، ويا ريتها جت على كده وبس. بقى بيحصل حاجات كده من تحت الترابيزة. يعني مصنع كبير في الدولة، الهيئة بتاعت اللجنة اللي قالت إن المصنع ده هيتباع تترشى، فتقول إن المصنع بيخسر، تقول إن معدات المصنع خربانة، المصنع ده ب10 مليون، اللي هيشتري يرمي مليون 2 مليون للناس فيشتريه ب3 مليون، يبقى هو اشتراه ب5 وهو ثمنه 10. طب ايه اللي يحصل للمصنع بعد كده؟ الموظفين يتسرحوا، الآلات تتظبط، يفتح تاني بمصنع جديد باسم جديد والأسعار تتضرب في الضعف. يعني رفع الأسعار على الناس وضم آلاف العمال لصفوف البطالة. يعني 4 حاجات أنا قلتهم دلوقتي لو أنت مركز معايا تعرفهم. سبب سوء الأوضاع الاقتصادية: سياسة الخصخصة، الانفتاح دون ضوابط، انضمام آلاف العمال لصفوف البطالة، معاش مبكر، ورفع الأسعار. احنا أصلا اوريدي عندنا بطالة، لأن الشباب في الوقت ده اللي كانوا بيتخرجوا من الكلية زي حالتي كده مش لاقي شغل، مفيش وظيفة حكومية، أنا بشتغل قطاع خاص، بيطلع عين أهلي وباخد ملمين في الآخر، ما فيش، هو ده اللي موجود. مش عاجبك روح اقعد في بيتك. ده كلنا رجالة وستات. طب والناس اللي بتشتغل سرحوهم يا معلم وقعدوهم في بيتهم. باظت الدنيا أكتر والأسعار تعلى، الحياة الاقتصادية باظت. وعشان الحياة الاقتصادية بايظة فالمجتمع هينقسم طبقتين: طبقة معاها فلوس، الطبقة الحاكمة، هم أصحاب رؤوس الأموال اللي معاهم الشركات وأصول الحاجات اللي بتجيب فلوس، واحنا الناس الغلابة اللي بناخد على قفانا، اللي بتخلص يطلع عين أهلك دراسة مش عارفة 18 سنة وفي الآخر تروح تقعد جنب أمك في البيت مش لاقي شغل، او يبقى راجل شقيان وطالع عينه عشان خاطر عياله الشركه بتاعته تتباع فيروح يقعد برده جنب ابنه اللي مش لاقي شغل وجنب مراته اللي بتطبخ في البيت. مفيش شغل، مفيش شغل، مفيش فلوس، الاسعار عاليه. يبقى زادت الفوارق بين الطبقات، بقينا طبقتين: ناس بتموت وناس معاها كل حاجه. بما تفسر زياده الفوارق بين الطبقات بسبب غياب العداله الاجتماعيه. مفيش عداله اجتماعيه في الدوله. ادي سوء الاوضاع الاقتصاديه وسوء الاوضاع الاجتماعيه. مفيش اهتمام بالصحه، مفيش اهتمام بالتعليم. وانا قلت لك ان في اول عهد مبارك انا كواحده طفله كنت بتعلم بالمجان، احسن تعليم، مش لازم ادفع لي فلوس. كنت بشتري كتب من المكتبه اللي بتعملها والمعرض اللي بتعمله سوزان مبارك كل سنه، وبقرا الكتب اللي عجباني وقصص وروايات وكل اللي انا عايزاه بعمله. بطلع رحلات تبع الكليه كنت بدفع ولا حاجه، ورحله ووجبه ونعمل كل حاجه كانت مدعمه في الدوله. واحده واحده الدعم بيتشال بيتشال بيتشال، الاسعار بتزيد، المرتبات ثابته، الدنيا بتبوظ. كل ده بسبب الخصخصه والانفتاح والتعويم والحاجات دي كلها. طيب، والعمل بقانون الطوارئ زي ما انا حكيت لك حكايه. على فكره الولد ده شخصيه فعلا، وبجد كان ممكن اي ضابط شرطه يمسكك انت مش عاجبني، انا ما عملتش حاجه، لا بس انت مش عاجبني، وتتاخد بقى شهور كعب داير تلف، اكيد ليك قضيه هنا ولا وامك تلف وراك وابوك يوقف محاميين وجدع يبان لك صاحب، تطلع من السجن واحد تاني خالص، مستقبلك يضيع عادي جدا. هو كده قانون طوارئ. فالعمل بقانون الطوارئ كانت حاجه سيئه جدا. اللي فجر الموضوع اكتر بقى تزوير الانتخابات.
وفوز الحزب الوطني ب 97% من اجمالي الاصوات، وشبه خلو البرلمان من المعارضه. و3% ده مين هيعارض؟ واحد هيقول انا اعترض، ياخد على قفاه ويقعد فيقول حاضر، خلاص الموضوع خلص. طيب قامت الثوره زي ما قلت لك، اتفقنا ان احنا هنقف وقفه سلميه في الميادين العامه، مش هنعمل اي حاجه. الثوره استمرت 14 يوم. ايه اللي حصل؟ اول يوم بسم الله الرحمن الرحيم كده 25 يناير قطعوا عننا النت والتليفون. الموبايل ده كان حديده في ايدك، تيت تيت تيت، اي حاجه، ما فيش اي وسيله اتصال. التليفون الارضي بقى، ايوه يا فلان، ده الناس اللي في بيتها، الناس اللي بتنزل الشارع الله يكون في عونها بقى. الشباب بقى، انتوا بتضحكوا علينا يعني؟ انتوا بتسكتونا؟ طب ما احناش مروحين، احنا هنبات في الشارع، احنا واقفين بنات وولاد لحد ما نعترض، احنا بنعترض. المهم بعدها في الوقت ده انا مش فاكره ترتيب الاحداث بالظبط، والكلام ده مش في الكتاب، بس انا عايزه اقول لك ان وقتها الشرطه، بعض العناصر الفاسده اللي في الشرطه كانت بتدافع عن الحكومه والحزب الحاكم، العناصر الفاسده برضو فيه. فنزلوا ناس من الشرطه يقولوا ان احنا بنضرب وبنكسر فيضربونا ويقتلونا، يبعتوا ناس اللي هو حادثه الجمل، اللي هو اجروا ناس بجمال تنزل تضرب في المتظاهرين اللي واقفين سلميين. احداث كتير حصلت قامت الدوله فيها ما بين الناس المتظاهرين السلميين اللي واقفين على الارض عادي بيعترضوا، وما بين الشرطه، لحد ما وصل في الوقت ده ان اي ضابط شرطه ماشي في الشارع في حاله لابس لبس شرطه بيتضرب. ده بجد. في الوقت ده الحراميه والبلطجيه والنصابين بقت الفرصه كبيره جدا بعد ما اقسام البوليس فضت ان هم يسرقوا ورق، يسرقوا ممتلكات الدوله، يسرقوا بيوت. بقى في حاجه اسمها انفلات امن. في ناس كسرت سجون وطلعت الناس اللي في السجون، في ناس سرقت مباني للدوله، في ناس سرقت ورق للدوله يخصها يدينها اتسرق، واللي ما اعرفش اسرقه اولع فيه. في بيوت اتسرقت، كارفور اتكسر واتسرق. في الوقت ده قررنا بقى احنا الناس عادي ان كل واحد على شارعه هيعمل لجنه، الناس تقف، اي حد ما يخشش الشارع الا لو من اهل الشارع. واحد غريب تعرف ان تاخد شوف بطاقتك، اعرف انت رايح فين، طالع عند مين، واتاكد من اللي انت طالع عنده ان انت تبعه. ما يمكن تكون حرامي يا معلم وهتثبت الناس دي. الناس الاهالي، في ناس بلطجيه، ناس انا بتكلم بجد والله، ناس اصلا ناس ليها سوابق، ناس كانوا مسجونين وطلعوا. دي فرصتك، مفيش حد هيحاسبك، اسرق بقى واقتل واعمل اللي انت عايزه. وفي ناس ليها ناس في السجن كسرت السجون، لان الشرطه لما حصل الناس الفاسده ضربت الشعب، بقوا في عداء بينهم وفي ضرب، فكل ضباط الشرطه امتنعوا، بقى في انسحاب، احنا مش هنقف، انتوا عاملين ثوره ضد الحكومه واحنا من الحكومه، فما خلاص احنا ملناش دعوه، عيشوا حياتكم بقى. بقت اقسام الشرطه فاضيه، السجون فاضيه، اللي يسرق واللي يقتل واللي يضرب واللي يعمل اللي هو عايزه على البيوت، العربيات، الهايبر ماركتس، كل الحاجات سواء ممتلكات عامه او خاصه كانت بتتسرق في الوقت ده. بعد ما الشعب عمل لجان شعبيه على طول الجيش نزل. الجيش نزل مش عشان يسكت الشعب، علشان يحمي الشعب ويحمي الممتلكات العامه والخاصه. وهنا هيقول لك دلل، كان الجيش ضامن لثوره الشعب. الجيش هنا كان ظهر للشعب، بيأمن احتجاج الشعب، يعني انتوا واقفين في الحته دي انا هأمنكم عشان ما فيش حد يجي جنبكم، وفي نفس الوقت هحافظ على البيوت، هحافظ على الممتلكات بتاعه الدوله. في الوقت ده ولاد كل الشوارع كان فيها دبابات وناس من الشرطه سوري وناس من الجيش بيأمنونا كلنا، كانوا بيحافظوا علينا. الكلام ده انا عشته، انا شفته بعيني، انا ما بحكيلكوش كلام في كتاب او كلام شفته في فيديو او فيلم وثائقي، الكلام ده احنا عشناه فتره كبيره، كان الجيش فيها واقف في ظهر الشعب بيسانده. طلع ساعتها الرئيس محمد حسني مبارك علشان يمتص غضب الشعب كنوع من الاجراء اللي هو انتوا عاملين ثوره فانا هغير الحكومه. حل الحكومه وعمل اختار حكومه جديده بوزراء جداد وطلع للشعب ببيان ان هو حل الحكومه وعين وزراء جداد بحكومه جديده. فاحنا قلنا لا، الفساد يبقى الحكومه برئيسها،
احنا عايزين مبارك يرحل، وبقينا ارحل ارحل في الشوارع. وطبعا في ناس مش عايزه مبارك يرحل، وفي ناس عايزه مبارك ما يرحلش، ويلا بينا نضرب في بعض، واللي فصل ده برضو الجيش. وهنا بقى نقطه لازم تخلي بالك منها، كل واحد من الناس القاده في التاريخ ليه نقط قوه وليه نقط ضعف. هنا مبارك بقى قرر انه ما يقعدش اكتر من كده علشان يحقن دماء المصريين، اللي هو انتوا بتموتوا بعض عشاني، انا طلعت في بيان وقلت انا متنازل عن، انا مستقيم، انا ماشي وسايب البلد. ولما حاجته الحاجات اتحملت في طياره قبل ما البيان يطلع، عموما يعني ده برضو مش موجود عندكم في الكتب. كل القصر بتاعه هدوم بقى، ذهب، فلوس، كله بره. وراح طالع الراجل المحترم ده في بيان قال لنا ان هو بيتنحى عن منصب الرئيس، والسلطه هتتسلم للقوات المسلحه. السلطه هتتسلم للقوات المسلحه، احنا انتصرنا. نتائج ثوره 25 يناير اثبات ان الشعب المصري ليه اراده، وتنحي الرئيس، تنازله عن الحكم. هو ما اتعزلش، هو اتنازل عن الحكم. يعني رئيس راضي في امانه ربنا يعني. خلاص، نعمل انتخابات رئاسيه يفوز فيها مرشح الحريه والعداله محمد مرسي. وهنقف بقى عند النقطه دي. زي ما انا قلت، كل رئيس بيجي ليه مواقف ايجابيه ومواقف سلبيه. محمد مرسي ما كانش ولا يوم رئيس. جماعه الاخوان المسلمين عايزه تعين منها، عايزه تطلع منها رئيس من الحزب، فكل ما يختاروا ما ينفعش. فمين اللي ينفع المواصفات بتاعته تنفع؟ محمد مرسي. حتى وان كان مؤهلاته الدراسيه وشخصيته لا تسمح لكونه رئيس، لكن هو ده الشخص اللي الدوله هتوافق عليه، اللي الشروط بتاعه الدستور توافق عليه. فراحوا يا عيني معينين مطلعينه في الانتخابات، نجح بقى. كل قراراته اللي كان بيعرضها علينا ما كانتش من مستوحاه من مثلا المجلس بتاع الدوله، لا، المجلس بتاعه هو اللي هو جماعه الاخوان المسلمين. اعمل كذا، قول كذا، شيل كذا، حط كذا. فللاسف السياسه بتاعته اللي هو كان بيتبعها هو والجماعه ما حلتش اي مشاكل للدوله، بالعكس في مشاكل زادت. الرشاوي والفساد اللي احنا كنا معترضين عليه لسه شغال، بس بدل ما هو للناس الاغنياء ورجال الاعمال، بقى حزب الاخوان المسلمين. ناس بتتعين في وظائف لا تستحقها، ناس بتاخد فلوس، ناس بتاخد شركات. طيب الفساد اللي كان موجود ايام حسني مبارك كان بيبقى كل التوصيات والصلاحيات لمجموعه الاغنياء اللي من الحزب الحاكم، هو نفس الفساد بس لجماعه الاخوان المسلمين. ناس بتاخد مناصب، ناس بتاخد فلوس، ناس بتاخد شركات، ناس بتسافر، ناس بتيجي، ناس بتعدي الحدود. كل الفساد ما زال كما هو قائم، بس الجماعه معينه. احنا بقى اللي عملنا الثوره ناخد على قفانا يا باشا. فالناس قالت لك لا، ده احنا لسه عاملين الثوره اول امبارح، مش معقول هنسكت. ثوره تانية يا باشا 30 يونيو هننزل، احنا مش عايزين، احنا ما حللناش مشاكل. اسباب ثوره 30 يونيو لم تقدم السياسه الجديده حلولا لمشكلات الشعب. واحنا يا باشا جايبين واحد، شايلين واحد عشان نجيب واحد يدينا على قفانا تاني؟ لا بقى، وهي سخنه كده احنا مش عايزينه. فالرئيس مرسي طلع قال لك شرعيه، انا رئيس 3 سنين، ده حقي، مش همشي غير لما ال3 سنين دول يعدوا. والناس بقى تضرب بعض، احنا عايزين مرسي واحنا مش عايزين مرسي، ويلا بينا تاني بعد ما كنا احنا عايزين مبارك واحنا مش عايزين مبارك، احنا عايزين مرسي واحنا مش عايزين مرسي. يتدخل القوات المسلحه تاني. القوات المسلحه قالت ان احنا كده هنخش في نفق مظلم. نفق مظلم يعني هتحصل حرب اهليه بين اللي عايزين واللي مش عايزين، فلازم نلاقي فرصه للحوار، لازم نقعد ونتكلم. نعمل ايه يا باشا؟ القوات المسلحه اقترحت اجراء انتخابات رئاسيه مبكره. احنا نعمل انتخابات، ولو الناس اللي عايزه مرسي اكتر يبقى مرسي يكمل ال3 سنين، لو الناس اللي مش عايزه مرسي اكتر نشوف رئيس جديد، مفيش اي مشكله عادي. طبعا مرسي رفض، والجماعه بتاعته كانت مقوياه. طب والشعب رفض الحوار، بقى عاملين زي شبه العيال اللي متخاصمين وعمالين يضربوا في بعض،
وانت حبيبي تعالى صالح ده حبيبي، لا انت حبيبي خيركم من يبدا بالسلام يا حبيبي، لا. على فكره الكلام ده يفكرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان من علامات يعني يوم القيامه ان في فتره هيكثر فيها الهرج والمرج. في ناس ماتت في 30 يونيو كتير قوي، مش عارفين هم ماتوا ليه. فين الحق؟ يعني ربنا هيسالهم يوم القيامه انت مت ليه؟ مش عارف. طب انت قتلته ليه؟ مش عارف. فين الحق؟ فين الحق؟ هو مرسي كان الحق؟ مش عارفين. طب ان هو يتشال الحق؟ احنا عايزين حقنا، احنا عايزين عداله اجتماعيه. احنا ما شلناش مبارك علشان جماعته معاها فلوس فنجيب مرسي عشان جماعته تاخد الفلوس. احنا عايزين في الوقت ده في اضطرابات حصلت كتير. يعني الاحتياطي بتاع النقد للدوله في البنك المركزي بقى بيقل، لان مرسي زود المرتبات، زود المعاشات، زود عشان الناس تتبسط، واحنا بنغرق حرفيا. في حاجات كتير كانت غلط لان السياسه بتاعته ما كانتش منظمه، لان هو مش رجل سياسه. هو مرسي رجل له ما له وعليه ما عليه، انا بتكلم بجد، راجل محترم بس مش رئيس. انتوا فاهمين؟ يعني هو دكتور ممكن يبقى راجل 100 على 100، فوق ال 100 100. هو اي حاجه تانية في اي حته تانية يبقى راجل كويس بس مش رئيس. وبالتالي كل قراراته ما كانتش منه او من المساعدين بتوع الرئاسه، كانت من المساعدين اللي هو عينهم بقى من جماعه الاخوان المسلمين بعدها. فطبعا كانت سياسته لا تصلح. واللي بيحصل تاني خناق تاني بين فئات الشعب المصري ما ينفعش نسكت عليه. دخلت القوات المسلحه وعزلت محمد مرسي وسلمت السلطه لعدلي منصور. مين بقى عدلي منصور ده؟ ده رئيس المحكمه الدستوريه اللي هي السلطه التنفيذيه. سلمنا السلطه لعدلي منصور اسبوعين لحين اجراء انتخابات رئاسيه مبكره. طب انت دستورك القانون اللي انت ماشي بيه ما بيقولكش انتخابات رئاسيه دلوقتي، فنعمل تعديل في الدستور. يبقى نتائج ثوره 30 يونيو عدلنا الدستور، عملنا الاول عزلنا محمد مرسي، سلمنا السلطه لعدلي منصور، عملنا انتخابات رئاسيه مبكره وفاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا لحد هنا مش هتكلم، مش هقول اي حاجه، لان انا عشان احكم على فتره من التاريخ لازم يكون فات عليها وقت. يعني اول ما محمد مرسي اتشال انا ما كنتش بقدر احكي للولاد ان هو حلو او ان هو وحش او ان هو في حاجات حصلت وفي حاجات ما حصلتش. ولما كان في جزء عن محمد حسني مبارك ان هو صاحب اول ضربه جويه وانه البطل وانه كنت بقول كباري واقدر اقول للولاد انجازاته ان الدنيا حلوه والدنيا جميله والدنيا، رغم ان الدنيا في وقتها بالنسبه لي انا كمواطن عادي، لا الدنيا وقت مبارك كانت احسن بالنسبه لي من دلوقتي. بس مبارك كان بيعمل حاجات حلوه. لما فتره الحكم عدى عليها سنه واثنين وثلاثه شفت اثر الحاجات الوحشه اللي كانت بتحصل من تحت لتحت بانت. فقدرت اقول لك ان في فتره لا كان بيعمل كباري، لا كان بيعمل مصانع، لا كان بيقف في وش اسرائيل ويقول مش عارفه ايه، كان بيقف مع امريكا ويقول مش عارفه ايه، لا كان بيعمل، كان ليه مواقف سياسيه، لكن كان في برضه حاجات وحشه. احنا مش هنقدر نحكم على فتره حكم السيسي دلوقتي خالص. فاحنا هنوقف الدرس على كده، ويمكن كمان قدام كام سنه انتوا اللي تقولوا لي بقى ايه رايكم في فتره الحكم الجديده. مستنيه اللايك، شير، كومنتات كتير، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. اشوفكم في درس جديد. سلام عليكم.